أثار حارس مرمى الأردن يزيد أبو ليلى أزمة عقب انتهاء مباراة فريقه أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب. أبو ليلى اتهم سالم الدوسري المهاجم الشهير في المنتخب السعودي بالتعالي على لاعبي الأردن ورفض السلام عليهم باليد كما قال قبل انطلاق المباراة. التصريحات أثارت ضجة كبيرة، خصوصا وأن البعض اعتبرها غير مبررة وفي غير وقتها. معنا من الدوحة الزميل لطفي الزعبي الإعلامي الرياضي، ومعنا من جدة في المملكة العربية السعودية أبو عبد الله محمد هشبول الإعلامي الرياضي السعودي. مساء الخير لطفي. مساء الخير أبو عبد الله. مساء الخير، يعطيك العافية. أبدأ معك لطفي، هل برأيك يعني كان واجب أنه أبو ليلى يقدم على هذا التصريح في هذا التوقيت وفي مناسبة كتلك المناسبة؟ المنتخب الأردني خارج من فوز كبير وتأهل كبير إلى النهائي، هل كان ضروري أن يأتي على هذا الموضوع وشو كان له داعي؟ هو بالآخر قراره الشخصي، هذا قراره مش قرار أي حدا ثاني ولا في أي توجيهات. إذا بدنا نحكي عن العلاقات بين البلدين طيبة وعلى مستوى الرياضي، لكن قراره أنه يحكي بهذه اللحظة يمكن انزعج من موقف أو من تصرف أو من سلوك لسالم الدوسري. الحارس الأردني أنا بعرفه كويس، يزيد ملتزم منضبط هادي مؤدب خلوق متواضع، كل الناس تتصور معه خصوصا انه كان نجم، يعني النجم الابرز بالدوره نعم. العربيه، يعني اليوم يعني نعم. بالنسبة ليزيد هو أحسن لاعب في المباراة، في هاي المباراة والمباراة السابقة. نعم. واحد من اللاعبين المميزين والقياديين والخلوقين. كل هاي الصفات بتخلينا نفكر ليش حكى هذه المعلومة. أعتقد أنه بده يكون في سلوك معين. ولما بنحكي أنه هو لما حكى عن الغرور ما يعني أنت بتحسه، الشخص اللي قدامك إذا حسيت أنه مغرور فهو مغرور، ما تقدر تقول أنه لا. فسلوكه معه تصرفه معهم وما بيسلم على الناس يعني مش الإشي المعتاد بين لعيبة الكرة. أعتقد هذا هو السبب اللي خلى يزيد طيب. يعلن أو يحكي في المؤتمر الصحفي، رغم أنه ما سئل عن الموضوع. كان لا، الطرح هو كنا كان طالع بنسأل. كأنه. طيب، خليني اشوف رأي ابو عبد الله في هذا الموضوع. كيف تلقيتم هذا التعليق من ابو ليلى سيد ابو عبد الله؟ بصراحة أنا استغربت من الكابتن يزيد أبو ليلى. طبعا هو كان احترف في الدوري السعودي مع نادي الجبلين، ويعرف الكرة السعودية وعارف سالم وكذا. أنا كنت يعني أنا أعتقد إنه المكان من الأجدى والأفضل إنه يتكلم عن المباراة ويتكلم عن تأهل النشامة ويتكلم عن مقابلة المغرب في النهائي. يعني حتى لو حصل هذا الموقف موقف جانبي عرضي، ليس ضروري بأن يتكلم عنه. لكن أنا أتوقع أنه ممكن يعني يزيد أخذ في خاطره أو زعل وحاول أنه يستغل هذا المنبر في أنه يعني يشفي غليله من سالم أو مثلا يوصل رسالة. فهو بدأ هذا الشيء على ما يجب أن يعطيه أولوية، اللي هو الحديث عن سير المباراة وعن الإنجاز بالوصول للنهائي وثاني نهائي في الدوحة خلال 3 سنوات. يعني في أشياء أهم وأفضل وأولى بكثير من الحديث عن هذا الموقف. نعم، ولكن برأيك ابو عبد الله، برأيك طبعا. ما حقيقة ما جرى؟ يعني برأيك شو الحقيقة؟ يعني السؤال لحضرتك ولا لطفي، يعني شو حقيقة اللي صار اللي حكي عنه أبو ليلى؟ لأنه نحن عندنا فيديو راجعناه على قبل المباراة بيّن أنه دوسري سلم على كل لاعبي المنتخب الأردني. يعني أبو ليلى كان عم بيقول أنه ما سلم. بهيدا الفيديو لما نزلوا، يا ريت شباب فيكم تحطوا لنا الفيديو على الهواء، بين يعني حطوا لي التصريح ابو ليلى ورجعوا حطوا لي الفيديو بليز. اما بالنسبه للمنتخب السعودي نحكي له هارد لك له لجمهوره للاعبينه جميعا، نشكر جميع لاعبينه. بس انا عندي رساله للكابتن سالم الدوسري. كابتن سالم، يعني بتمنى منك انك تتواضع اكثر من هيك. احنا بنعرفك لاعب كبير. قبل ما تبلش المباراه بالسلام للامانه كان يسلم علينا، يعني استغربنا منه، ما مدش ايده اصلا يسلم ولا اطلع على اللعيبه.
يعني حتى المدرب المغربي تفاجأ من الحديث. بس خلينا نشوف الفيديو بداية المباراة. خلينا نشوف الفيديو لما سالم كان عم بيسلم على كل اللاعبين بما فيهم حارس المرمى. يعني ما فهمت شو الخبرية. اوكي عم بنشوفه سلم على كل اللاعبين. يعني صحيح. يعني بالاول كان هو ابو ليلى. والله شفقت على مدرب المنتخب المغربي شو بمد ايده واللاعبين ولاعيبه الاردن شكلهم زعلانين ما رضوا يسلموا عليهم. هون انا متاكد انه الجماهير الاردنيه مش رح ترضى باللقطه هاي، لانه لازم يكون بين المنتخبات العربيه روح رياضيه اكبر من هيك. مش حلوه والله. ادري منو انت ارجنتين برازيل فرنسا، منو انت؟ المنتخب المغربي اللي محقق رابع العالم وبطل العالم للشباب، بطل كاس العرب واسماء ونجوم، كل تواضع واقفين مسوي لكم ممر شرفي يا منتخب الصدفه، تجون ما تسلمون عليهم؟ لا 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 لا, لا. تصرف غير سليم من لاعبين المنتخب الاردني. مدرب المنتخب المغربي حاول يحييهم، تجاهلوه بشكل غريب. مو هاي اخلاقنا ولا هاي اخلاقكم يا اهل الاردن. نعرفكم شنو. بعدين يزيد ابو ليلى بالمباراة الماضية هو اللي انتقد الكبرياء وانتقد سالم الدوسري ويقول ما سلم علينا زين. لا 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 مو صحيح مو صحيح. انت خسرت، بس خسرت مرفوع الراس، خسرت بشرف. هذا التصرف غير مقبول. لقطة مستفزة يا جماعة، عدم مصافحة لاعبي الأردن للمدرب. مدرب المنتخب المغربي اللي شارك ببطولة كأس العرب. تعرفون هذا المدرب احنا المنتخب العراقي قابلناه واجهناه بأولمبياد باريس 2024 اللي خسرنا من المغرب 3-0. كان المنتخب المغربي على طاقة ومستوى عالي، منتخب خارق، كان من الممكن انه يعني ينهي المباراة اكثر من هاي النتيجة، ولكن كانوا شوية عندهم رحمة. البارحة بعض لاعبين المنتخب الأردني بعد خسارتهم بطولة كأس العرب صراحة تصرف كان مخجل وسلوك مو حلو بدر من اللاعبين. انه مدرب طارق سكيتوي رغم انه يفايز ومنتصر واخذ البطولة ولكن كان متواضع. لاعبين المنتخب الأردني بعضهم ما ردوا السلام عليه ولا اعتبروه له اعتبار، ولا كان تصرف غير لائق وما بي أي تقدير. تعرفون هذا المدرب يعني ثروة للمنتخبات العربية وللجمهور العربي. هذا المدرب أكثر مدرب متواضع. هذا المدرب خسر منتخبات كبيرة، منتخبات عالمية، وما حد يتصرف وياه التصرف. هذا المدرب يستحق كل الاحترام من الجمهور العربي، لأن قدم فريق من أسماء مو من الصف الأول، ولكن ما كان اكو اختلاف بأدائهم من أداء المنتخب الأول المغربي. فشكرا طارق سكيتوي، مدرب ولا أروع. السلام عليكم، قواهم الله. شفنا مباراة البارح الأردن والمغرب، مباراة قمة بس خربت بآخر شيء. فريق أبو ليلى الرجال مدرب المغرب ماد يده بيسلم من كان مدوا يديك مسلم وما يتصلح يا أخي. منظره ما هو زين، حنا كلنا واحد. والله منظر ما هو طيب، ما جاز لي أنا شفته. لعبة الأردنية شاوينا يزيد الشالة من بعيد ما يطلع ينتقد تصرفات لاعبين منتخب بلاده. قبل يومين طلع انتقد سالم الدوسري وقال سالم سلم علينا بتكبر. هو كذاب قسم بالله العظيم. سالم سلم عليهم حاله حال اللاعبين. بس البارحة هاي اللقطة الغير اخلاقية لك هو طارق السكتوي. انت سامع من نقول له هذا البشر خلقه واخلاق؟ اي والله العظيم خلقه واخلاق. شنو هالتواضيع؟ ايش هالمدرب؟ يقول من تواضع لله رفعه. التواضع حلو. يقول من حطيت قائمة المنتخب المغربي المشاركة في بطولة كأس العرب دعيت من الله سبحانه وتعالى انه انا ما اكون ظلمت لاعب. وانتو يا لاعبين المنتخب الاردني ايش دعوه هالتكبر والتعالي؟ منو انتو؟ برازيل زمانكم؟ لك وينكم منتخب ما عنده بطولة؟ واذا صعد نهائي كأس اسيا، واذا صعد نهائي كأس العرب، استكنوا يا عمي استكنوا. أدب مو كورة هذه. المغرب رابع العالم، فازوا على الارجنتين والبرازيل واسبانيا والبرتغال. يعني شنو بعد؟ من انتم عشان ترفعون خشومكم؟ حتى لو خسرتم واجهتوا منتخب تاريخي، المفروض تقولون الحمد لله وتسلمون عليه، مو تتكبروا. بصراحة طرحت عليه سؤال قاسي شوي.
ولكن الرد كان رد معبر وجميل من شخصية جميلة. قال كرة القدم يا عبد الله فوز وخسارة، نحن في بداية الطريق. ما رد علي بنفس الأسلوب القاسي اللي سأل، طبعا كان سؤالي قاسي بصراحة أنا أعترف، ولكن كان الجواب جميل من شخصية محترمة السكتيوي بصراحة. بالمناسبة خليني نشكر الناس ديال الإمارات وشعب الإمارات ونوادي الإمارات، لأن لعبت في الإمارات ودربت في الإمارات، وكان لي الشرف أنني نكون قريب من الناس الإماراتيين اللي كنحبوهم وكنعزوهم وكنفتخروا بهم شعبا وحكومة. وكرة القدم الإماراتية دائما كانت كرة رائدة في الخليج، عندهم لاعبين ممتازين، كيكونوا مدربين ممتازين، مسيرين كيعشقوا كرة القدم وكيحبوها.